حكايتنا النهاردة عن ملك يمكن ما كانش الأقوى، لكن قصته بقت أشهر من أي كنز. حكاية عن طفل من أرض الأسرار، حياته وموته ومقبرته غيروا شكل التاريخ اللي نعرفه. حكاية توت عنخ آمون. في أرض كل حبة رمل فيها بتحكي حكاية، وفي وقت كانت فيه الدنيا مقلوبة ظهر طفل صغير كان مقدر له يغير كل حاجة، مش بس بحكمة لأ، بحيلاته القصيرة وبموته الغامض وبمقبرته اللي فضلت سر محدش يعرفه آلاف السنين. طيب، عشان نفهم عظمة اللي عمله توت عنخ آمون لازم الأول نرجع بالزمن شوية ونشوف هو ورث بلد شكلها إيه. لما توت عنخ آمون مسك الحكم، مصر كانت حرفياً في أزمة كبيرة. والده الملك إخناتون كان عمل ثورة دينية قلبت البلد، غير الديانة ونقل العاصمة لمكان جديد، والنتيجة كانت بلد منقسمة وفي حالة فوضى. الوضع كان معقد، يعني المشاكل اللي سابها إخناتون كانت واضحة: ديانة جديدة الناس مش متقبلاها، عاصمة مهجورة، وبلد متقسمة. الحلول اللي قدمها توت عنخ آمون كانت حاسمة: رجع عبادة الإله آمون، رجع العاصمة لطيبة، والأهم إنه لم شمل المصريين تاني. تخيلوا معايا، كل القرارات دي خدها طفل عنده 9 سنين بس. طبعا كان معاه مستشارين كبار زي الكاهن وقائد الجيش حور محب، لكن في النهاية هو اللي كان على العرش، وهو اللي قدر يرجع الاستقرار لمصر. البلد رجعت هديت والناس اطمنت. بس بعيداً بقى عن السياسة وقرارات الحكم، مين هو توت عنخ آمون الإنسان؟ يعني إيه اللي كان بيحصل ورا القناع الذهبي العظيم ده؟ الحقيقة إنه رغم كل المسؤوليات دي هو في الآخر كان طفل. في مقبرته لقينا حاجات بتدل على ده، لقينا أدوات صيد ومركب لعبة صغيرة وألعاب كان بيحب يلعبها، حاجات بسيطة بتفكرنا إنه كان طفل زي أي طفل. ومن ضمن الحاجات اللي لقيناها كان في رقم غريب جدا، رقم حير العلماء: أكتر من 130 عصاية للمشي، عدد كبير قوي. إيه تفسيره؟ التفسير الأقرب هو إن العدد الكبير ده من العكاكيز معناه إنه كان بيعاني من مشكلة في رجله، يمكن كانت إصابة أو مرض وراثي خلاه محتاج دايماً يسند على حاجة وهو ماشي. التفصيلة دي بتخليه قريب مننا قوي، شخصية إنسانية مش مجرد ملك في كتاب تاريخ. ومن هنا القصة بتاخد منحنى تاني خالص، وبنوصل لأكبر لغز فيها: إزاي ملك شاب في عز قوته يموت فجأة؟ توت عنخ آمون مات وهو عنده حوالي 19 سنة. متخيلين؟ موت مفاجئ زي ده فتح باب التكهنات والأسئلة اللي فضلت موجودة لأكتر من 3000 سنة. والسؤال اللي الكل بيسأله هو الملك مات إزاي؟ هل اتقتل؟ هل كانت حادثة ولا مرض؟ لحسن الحظ العلم الحديث بدأ يلاقي إجابات. زمان كان في نظرية منتشرة جداً إنه اتقتل بضربة على دماغه، بس الأشعة المقطعية الحديثة على الموميا أثبتت إن ده ما حصلش. الأدلة الجديدة بتقول إن القصة أعقد من كده. غالباً اللي حصل كان مزيج من كذا حاجة: كسر عنيد في رجله ممكن من حادثة، والكسر ده اتلوث وعمل التهاب خطير، وفوق كل ده التحليل كمان لقت آثار لمرض الملاريا في جسمه. كل ده مع بعضه هو اللي غالباً كان سبب الوفاة. ودلوقتي تعالوا نجري بالشريط حوالي 3300 سنة ونروح للحظة الاكتشاف العظيم، اللحظة اللي الدنيا كلها عرفت فيها اسم توت عنخ آمون، بس من خلال بطل مصري بسيط قصته للأسف مش كتير يعرفوها. إحنا في سنة 1922، وقبل ما العالم كله ينبهر بالكنز كان في عين مصرية هي أول عين تلمح الطريق للمقبرة، عين طفل اسمه حسين عبد الرسول. حسين كان بيشتغل سقا في بعثة الحفر، شغلته إنه يجيب مية للعمال، وفي يوم وهو بيتحرك رجله اتكعبلت في حاجة تحت الرمل. لما بص لقاها أول درجة في سلم حجري. وهنا بقى العظمة كلها: أول إيد لمست بداية الطريق لأعظم كنز في التاريخ ما كانتش إيد عالم آثار أجنبي، كانت إيد طفل مصري. حسين هو اللي جرى نادى على العمال وهم اللي بلغوا هوارد كارتر، واللحظة دي غيرت كل شيء. ودلوقتي وصلنا للحظة اللي حبست أنفاس العالم، لحظة فتح المقبرة والكشف عن كنوز فضلت في الضلمة آلاف السنين. في مشهد شهير قوي لما هوارد كارتر عمل فتحة صغيرة في باب المقبرة وبص منها، ومساعده كان بيسأله بلهفة: شايف حاجة؟ كارتر مردش في الأول، وبعدين قال جملته التاريخية: شايف حاجات رائعة. وكلمة رائعة دي يمكن ما توصفش اللي شافه. بنتكلم في إيه؟ بنتكلم في قناع من الذهب الخالص وزنه 11 كيلو جرام. بنتكلم عن كرسي العرش نفسه والعجلات الحربية الملكية وأسرة كاملة متغطية بالذهب وكنوز تانية لا تحصى ولا تقدر بمال. وهنا بقى المفارقة العجيبة في كل القصة دي: توت عنخ آمون ما كانش من أقوى ملوك مصر، وفترة حكمه كانت قصيرة جدا،
لكن لمجرد إن مقبرته فضلت سليمة ومحدش عارف يوصل لها، بقى هو أشهر ملك مصري يعرفه العالم كله. وده بيطرح سؤال مهم في الآخر، هل التاريخ دايما بيختار يخلد الأقوى؟ ولا أحيانا بيختار يخلد صاحب أغرب وأجمل حكاية؟ قصة توت عنخ آمون بتثبت إن الحكاية أحيانا بتكون أقوى وأبقى من أي قوة.